بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي ومتابعيني دايما مشرفين ومنورين في قناتي. يا رب ما تحرم من دعمكم ليا ابدا ووقفتكم جنبي يا رب. تعالى نعمل حاجه حلوه جميله كده، من زمان عملنا في القناه يا حبايبي. بلح الشام ده قبل كده برضو بطريقه الازازه، برضو طريقه حلوه وبرضو بالكيس. لو تحبوا تشوفوها برضو ارجعوا تاني برضو على القناه وشوفوا يا حبايبي. تعالى النهارده كده بكوبايتين دقيق ومعلقه نشا واحده، ما شاء الله نعمل ايه بلح الشام الجميل ده. ماشي، تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهنبدأ مع بعض الفيديو ده. مبدئيا كده معانا طاسة او حلة او بولة اي حاجة، هنحط فيها كوباية وربع مية بس بالمعيار، يعني ايه التزموا بالعيار. كوباية وربع، كوباية وربع مية ومعلقة سكر وحوالي 6 معالق زيت زي ما انتم شايفين في الفيديو كده يا حبايبي. يعني نجيب طاسة على النار نحط فيها كوباية مية بالكوباية المج العادي بتاعنا، كوباية وربع كمان عيار. وبعد كده هننزل بايه ب6 معالق زيت ومعلقه سكر. ماشي يا حبايبي، لحد كده ايه الامور واضحه وايه مستقره. ما شاء الله. طيب بعد كده هنحط ايه ذره ملح، برده ما تنسوش ذره الملح عشان هي اللي ايه بتعادل السكريات يا حبايبي. الميه ده يا دوبك هتغلي، هتبتدي ايه يعني تحس زي ما انت يعني ايه ما بتنمل كده وهتغلي. هنبتدي ننزل بالكوبايتين الدقيق ونبتدي بقى نهدي النار ونقلب بقى، بنحمص الدقيق ده على النار زي ما انتم شايفين يا حبايبي. هنحمصه جامد وننزل بقى بمعلقه النشا، يا تحطوها في الاول مع الدقيق يا تحطوها دلوقتي مش مشكله عادي. ماشي، وهنهدي النار خالص بقى ونبتدي نقلب بقى في العجينه بقى على النار هاديه جدا. وبعد كده ايه نشيلها بقى من زي ما احنا بنقول ايه بنحمصها كده عشان دي يبقى طعمه مش ني كده يا حبايبي. بعد كده نقلها في بوله بقى تانية نبردها. لو عندك بقى مضرب كهرباء بردها بيه، مضرب عجان بردها بيه. انت يعني ايه طلعها في كذا حاجه كده تبرد، اهم حاجه تبرد عشان بعد كده هنضيف لها البيض يا حبايبي. فاحنا عايزينها ايه ما تبقاش، لو انت ضفت البيض وهي سخنه كده هتطلع ريحه زفاره البيض وتبقى مش كويسه، مش هتبقى كويسه ابدا. ماشي، هنحاول نبردها حتى هي سخنه على ايدي. البنوته بتاعتي بتبردها لي لانها سخنه جامد مش مستحمله لان كانت على النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وصفه جميله يا حبيبي. عميه تبرد كده على جنب هنبتدي نعمل الشربات عشان يبقى بارد معانا. معانا ايه كوبايتين سكر، كوبايه ميه، 2 ل1، يعني كوبايه سكر، كوبايتين سكر، كوبايه ميه فقط لا غير. ماشي، وعصره ليمونه. وبعد كده معانا ايه لو عندكم عسل الكلوكوز ده جميله جدا ما شاء الله، حطوا معلقتين عسل كلوكوز. لما فيش مش مشكله، بس هو بيتقل الشربات وبيخليه ايه ما يسكرش معانا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يعني معايا ايه كوبايه ميه، كوبايتين سكر، وعصره ليمونه، ومعلقتين ايه عسل كلوكوز. لو ما فيش عسل كلوكوز مفيش مشكله. طيب رجعنا لعجينتنا بقى، بردت خالص وهدت خالص، ما نحطش البيض وهو كده ابدا وهي سخنه. هننزل ببيضه بيضه زي ما انتم شايفين بقى، واحده واحده. كل ما ننزل بيضه تلاقي العجينه بتفرول معانا، وننزل كل بيضه ننزلها كيس فانيليا عشان تبقى ريحتها حلوه فانيليا كده. نزلنا بالبيضه التانية اهوت ونزلنا كيس فانيليا برده. وهنعجن برده، بنقلب العجين ايه بين ايدنا زي ما انتم شايفين كده عشان خاطر ايه ما ننزلش بالبيض مره واحده يا حبايبي. طيب نزلنا بثلاث بيضه اهوت، وبرده كيس الفانيليا برده معانا عشان خاطر ايه تبقى ريحتها حلوه كده ما تبقاش البيض بتاعها ظاهر. وهنبتدي نعجنها بتاع 5 دقايق، من 4 ل5 دقايق يا حبايبي تبقى العجينه معانا زي ما انتم شايفين كده. لو حسيتوا ان العجينه يعني جامده انزلوا ببيضه تانية مش مشكله برده. ماشي، لو مثلا ايه العجينه برده حسيتوا ان هي طريه انزلي بمعلقه دقيق، بس ما تكتريش نشا، هو النشا بس معلقه عشان ما تعضمش معانا، عشان لما تيجي تقطم الصباع البلح الشام ما يبقاش معضم كده جامد. لا احنا عايزينه يبقى ايه هش كده وجميل. ماشي يا حبايبي، جبنا مقص، وكل ما تيجي تقصقصي بقى صباع بلح الشام تبليه في الزيت في الطاسه وعلى النار على زيت بارد. يعني تفضل الزيت من الازازه في الطاسه، وتقطعي البلح الشام وبعد كده تولعي النار. ماشي، على نار بارده على زيت بارد يا حبايبي، مش مقدوح ابدا ولا سخن حتى، عشان يطلع ناجح معاكي باذن الله. الزيت يكون من فضيه دوبك من الازازه على لسه ما ولعتيش النار خالص. وتقطعي بلح الشام وبعد ما تخلصي تقطعه خالص تولعي النار بقى. طالع مقرمش، لو كنت اعرف اسمع لكم القرمشه شوفهم انا بعمله كده بيخرفش في الصفيه دي ما شاء الله بيخرفش جامد. هيكون العسل بتاعنا يا حبايبي برد خالص وتقل معانا زي ما انتم شايفين كده. احنا اهم حاجه تصفيه من الزيت جامد عشان خاطر ايه لما تنزليه في العسل بتاعنا الشربات هيبقى ما شاء الله ايه. نسيبه قيمه 10 دقايق، من 10 دقايق لربع ساعه، ما يجرالوش اي حاجه عشان يشرب كده ايه الشربات ويبقى هش وجميل كده من قلبه. ماشي يا حبايبي.
طيب هنعمل برضو ايه نوبه تانية، فضينا الطاسه هنعمل برضو ايه نملاها كمان مره، وحاولي ما تملاهاش برضو قوي عشان خاطر ايه ما تعرفي تقلبيه. وما تقلبيش بلح الشمع الا لما يشمع معاكي، تحسي ان الشمع كده وغير لونه تبتدي تقلبيه، لان لو انت قلبتيه وهو لسه هتحسي ان النقشه بتاعته ممكن تتلخبط معاك. اهو يلا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده جربوه جميل جدا. ما تنسوش اللايكات يا حبايبي اللي بترفع الفيديو دي، يا رب يديمكم نعمه في حياه. اهو مليانه، بس الطاسه دي جت مليانه قوي لان كان اخر برضو ايه شويه في الكيس. ماشي. طبعا انت هنعمله في كيس، والبلبله نسيت اقول لكم على البلبله اللي هي بتاعت بلح الشام، اكيد كلكم عارفينها، وده كيس حلواني يا حبايبي. ماشي. وبراحتك وتقطعي بقى ما شاء الله، بس اهم حاجه الزيت يبقى بارد ما يبقاش مقدوح عشان ينجح ويطلع ناجح معاك. وبعد كده تعلي النار في الاول وترجعي توطي النار متوسطه جدا عشان ما ياخدش لون من جنب وجنب. لازم تقلبي ايدك بقى ما تطلعهاش من طول ما انت بتحمريه، ما تشيليش ايدك منه خالص. السباتيولا بتاعه الشوكه اي حاجه تقلب يطلع لونه جميل جدا ويطلع مقرمش ما شاء الله، يبقى ناجح معاك. بس خدي ايه المقادير ديت مظبوطه ان شاء الله. وزي ما انا قلت لكم يعني على نار هاديه كده في الاخر، الاول عاليه وبعد كده هادي. يا رب الفيديوهات بتاعتي تنول اعجابكم وتبقى عند حسن ظنكم. مع السلامه.